وانا عندي 14 سنة. اخويا الكبير محمود جه وراني البرنامج الجامد ده اللي كل الشركات شغالة بيه وبتعمل الاعلانات اللي انا بشوفهم في الشارع والصور اللي انا بشوفها على النت حتى، واي صور بتتعمل بيه. جه وراني فوتوشوب، ومن بعدها بعد ما عدى 6 سنين كاملين انا هنا دلوقتي. بس على مدار ال6 سنين دول كنت كل يوم حرفيا بكتشف حاجة جديدة في البرنامج ده، حاجة جديدة ممكن تتعمل عليه او تتعمل بيه، فغير الدمج وتصحيح الالوان وكل الحاجات الجامده اللي معروف ان فوتوشوب ممكن يعملها. فانا كمان حتى كنت برسم عليه فيكتور ارت. بعدها اتطورت بقى نظرتي للبرنامج ده وبقيت بشوف مدى ارتباطه بالتصوير والكاميرا، فساعتها بدات ان اتعلم تصوير كل حاجه عنه. شفت فيديوهات كتير جدا، نزلت حتى صورت ناس كفوتوغرافر في الشارع، بس ما استمرتش كتير في المهنه دي زي ما هو واضح عشان ما كانش معايا كاميرا في وقتها. بس بعد كده سمعت عن البرنامج اللي زي فوتوشوب ده اللي هو فيه ادوات كتير بقى عشان يعدل الصور وكده. ايوه هو بالظبط لايت روم. اتعلمته وبقيت كويس نوعا ما في تعديل الصور. عدى سنة كاملة، احنا في بداية تالتة ثانوي دلوقتي. ابويا اشترى لي كاميرا جديدة. قد يبدو ان ده قرار متهور جدا انك تجيب حاجة لشخص هو مهووس بيها في بداية فترة فارقة ومهمة جدا في حياته، مش كده؟ ايوه صح، يعني نوعا ما محدش مختلف على ده، بس احنا عيله من النوع اللي قبل اي حاجه في عندنا حاجه اسمها اولويه. وتقريبا الله اعلم يعني ابويا كان عارف ان اقدر احدد الاولويه دي، فجاب لي الكاميرا ساعتها. ومن هنا بقى بدات كل حاجه. بدات ادخل عالم تصوير الفيديو كمان عشان اعمل زي الناس اللي كنت بحب اتفرج عليهم على يوتيوب. اتعلمت بريمير وصورت اول فيديو ليا، ومن بعدها اتعملت قناه اليوتيوب اللي انت بتشوفني من عليها دلوقتي. فانت شايف قد ايه حاجه صغيره او مجرد ان حد بس يديك خط البدايه اللي تبدا منه او انت تكتشفه لوحدك حتى ممكن تفرق قد ايه في حياتك. واخويا عمل ده معايا لما انا كنت في تانية اعدادي. بس الموضوع موقفش لغايه هنا. الموضوع اتكرر مره تانية وانا في نهايه تالتة ثانوي بعد ما النتيجه بتاعتي ظهرت. اخويا قرر انه يفتح شركه لابك دوت كوم. وفي الوقت ده احنا كنا محتاجين نعمل ويب سايت عشان معظم الطلبات اكيد هتكون بتتم اونلاين، وما كانش موجود ساعتها راس مال كفايه ان نخلي حد يبني الموقع ده لينا. فمن هنا اخويا بدا يتعلم ووردبريس وبدات انا كمان معاه. بنينا الموقع بتاعنا وهو لابك دوت كوم من الصفر، من غير ما ولا انا ولا هو نعرف اي حاجه عن الموضوع. وساعتها اتعلمت ووردبريس، واخيرا بعدها بسنه وشويه ها انا ذا دلوقتي. يوم في حياه طالب جامعي في الشغل. وفي الحقيقة هو مش شغل واحد، أنا شغال حاجتين جنب الجامعة. وأول حاجة وهي إن أنا شغال كديزاينر. ممكن يجي في دماغك يعني أنت في حاسبات وأكواد وشغلك كمبرمج، ليه ما تشتغلش في حاجة مثلا أو تخش انترنشيب أو تروح شركة فيها حاجة تبع كود، حاجة ينفع تحطها في السي في أو حاجة ينفع تشتغل بيها وهتبقى مفيدة بعد كده. الحقيقة إن أنا سألت نفسي أنا كمان السؤال ده. بس هنا بقى أنا مش بس ديزاينر، أنا كمان مصور منتجات ومصور فيديو وإديتور ومبرمج ويب ووردبريس. كل الباكج دي بقى هو أنا. والحقيقة أنا بحب الشغل هنا جدا بصراحة، يعني ما أقدرش أقول لك كمية الثقة اللي أنا خدتها لما بدأت أشتغل هنا، لما شفت إن كل اللي أنا اتعلمته على مدار ال6 سنين اللي فاتوا دول بقيت دلوقتي قادر أنفذه هنا وأشوف فعلا نتائج للي أنا بعمله على أرض الواقع. كل حاجة بعملها بقيت بشوف لها نتائج، كل حاجة. وحتى الناس هنا الحقيقة كويسة جدا. والمدير بقى ما ينفعش ممنوع منعا باتا حد يتكلم على مديرين الشغل وتغلطوا فيهم يا جماعه من غير ما تتعاملوا مع باشمهندس عبده. ده انسان بقى الحقيقه انا مش عارف، ما شفتش بني ادم كده، راجل جامد جدا. بشكل عام ده اول شغل اشتغله فعلا واحس ان انا ليا فايده. عارف الشغل ما بيبقاش ليه اهميه الا لو حسسك احساس كده ان ليك فايده، والحاجه اللي انت بتعملها بتلاقي ليها نتائج وبتأثر فعلا، ليها تأثير وليها انكم او ليها نتيجه، ليها كونسيكونسز. كل حاجه انت بتعملها كده ليها نتيجه بترد عليك سواء حاجه حلوه او وحشه. بس فكره انك تحس ان ليك اهميه دي حاجه لوحدها بتديك ثقه كبيره جدا. انا مش متخيل ان انا تقريبا كنت معدوم الثقه قبل ما ابدا ان انا اشتغل. وبشكل عام في شغل زي ده عرفني الدنيا ماشيه ازاي الناس بتتعامل مع بعض، ازاي شركة كبيرة بتشتغل وفيها ناس كتير وناس رايحة وناس جاية وبضاعة بتخش وفلوس كتير. التجربة كانت، بس بصراحة مش كانت، هي تجربة كبيرة جدا، تجربة كبيرة انك تنزل سوق الشغل حتى كده وانت لسه في الكلية. غير مثلا لما اكون مثلا خلصت كلية دلوقتي، احنا خلاص خلصنا كلية ولسه بقى هننزل نشوف الدنيا ماشية ازاي، نشوف الشغل ماشي ازاي. انا بصراحة شايف ان دي حاجة يعني هيكون ليها افضلية حتى لو انا مش شغال كمبرمج دلوقتي وهشتغل كمبرمج بعد كده. فدي في حد ذاتها، او ان انا نزلت جربت ان انا اتعامل مع ناس ازاي وشفت الدنيا ماشية ازاي، فبصراحة دي حاسس ان هي يعني نقطة كبيرة، دي مش حاجة صغيرة.
اما بقى بالنسبه للشغل التاني فدي الشركه بتاعتنا اللي كلمتك عنها من شويه لابك دوت كوم. بس هنا بقى الموضوع مختلف الحقيقه، برغم ان انا تقريبا بعمل نفس الحاجات بالظبط. يعني انا المسؤول عن تعديلات الموقع وتصميمه وكل حاجه لها علاقه بالموقع، انا المسؤول عن التصميمات والديزاينز وكل حاجه بتنزل، انا المسؤول عن تصوير الفيديوهات سواء للمنتجات، تصوير المنتجات او حتى تصوير الفيديوهات اللي انا بعمل فيها مراجعه على القناه بتاعت لابك لو ما تعرفش الموجوده في الديسكربشن. بس الحقيقه ان المختلف هنا بقى هو الشعور. فكرة ان الحاجة دي بتاعتك انت بتخليك كده مبسوط اكتر باي نتيجة بترجع عليك من الشغل اللي انت بتعمله هنا. فحتى لو اشتغلت على المكان ده ال 24 ساعة كل يوم حرفيا، انا مش هبقى تعبان على قد ما هكون مبسوط باي نتيجة بتطلع. فهسيب لك لينك في الديسكريبشن، ادخل شوف الموقع بتاعنا واديني فيدباك، ويعني اشتري لاب عادي. بس في الحقيقة الدنيا مش كلها وردي والحياة حلوة كده، لا بالعكس. كوني خدت التجربة دي في وقت كان مقدر اكتر او المفروض ان يكون للدراسة الاهمية الاكبر فيه، اكيد جاب نتائج عكسية في اماكن تانية، واللي هي الدراسة. مستواي في اول سنة من الكلية كان مختلف تماما عن اي سنة قبلها. ما كنتش بحضر، ما كنتش بعمل اساينمنت، ما كنتش بشوف شرح، ودي حاجة واحدة من النتائج اللي الشغل كان السبب فيها. بس الحمد لله يعني لحقت نفسي في آخر السنة، والسنة دي عدت على خير، وتانية بقى إن شاء الله يعني تكون مختلفة. كوني طالب جامعي والتفكير بس إن بعد كام سنة هبقى خلاص مخلص تعليم ومطلوب مني بقى إن أبدأ أشتغل بالحاجة اللي أنا متعلمها وأعمل فلوس وكده لباقي حياتي، حاجة يعني ما بتطلعش ورا دماغي الحقيقة. عشان ده معناه إن الكام سنة بتوع الجامعة مش المفروض بس يكونوا للدراسة، بالعكس المفروض كمان يكونوا فيهم عملي ويكون فيهم شغل، ونطلع منهم بنعرف نكون معارف وبنعرف نتعامل مع الناس، نطلع منهم عندنا مهارات مختلفة مش بس حاجة احنا اتعلمناها وذاكرناها عشان ننجح. بس في نفس الوقت لو بصينا الموضوع من جانب مختلف هنلاقي ان دول السنين اللي المفروض نتعلم فيهم اكتر، نكسب فيهم مهارات اكتر ونتعلم حاجات اكتر عشان نقدر ننفذها بعد كده ويكون لنا قيمة. عشان زي ما هو واضح ان كل الناس من بعد الكلية ما بيبقاش عندها وقت، فهل المفروض في الكام سنة دول فعلا ان نركز على الدراسة ونحاول نتعلم اكتر في المجال بتاعنا، ولا المفروض نقسم التركيز ده بين الدراسة والشغل بشكل عملي في مكان كويس؟ انا الحقيقة مش عارف، انت ايه رأيك؟